مين فيكم اللي استخدم الشاحن بتاعي؟ ايه يا اسطى دخلت ابراهيم الابيض انت داخل علينا دي؟ مين فيكم اللي استخدم الشاحن ده؟ مش انا وربنا، خالد اللي كان بيشحن بيه. هات لي قلم الواحد. انت يا عم انت. انا ما خدتش شواحن يا اسطى. وربنا يا عمر هو اللي بيستخدمه وبيقعد يلف على الموبايل بتاعه كمان. وربنا عنكتك بالموبايل في دماغك. اهدى على نفسك كده. بره عني يا اسطى انا ما خدتش شواحن. حاسبونا على الشاحن ده انتوا الاثنين، الشاحن ده الاصل. يا عم انا مال امي. انا معايا الشاحن بتاعي ما بشحنش بشاحن حد. مفيش غيركم شايل ايفونات في الشقه، امك وابوك شايلين تليفونات كده. يبقى ابوك اللي شحن بيه. انت عبيط بقى. وربنا يا عمر كان لسه بيشحن موبايله بيه. ممكن تسيبنا اضربها؟ حاسبوني على الشاحن. يا عم انا مالي. 300 جنيه يابا. يا اسطى انت بتمسكني كده ليه؟ اجيب 300 جنيه. قفش اللي جاري يديك. هحاسبها، هات 300 جنيه. يا عم ربنا ما معايا فلوس. لا يا عمر معاه فلوس ولسه قابض. سيبنا اضرب البت دي واديك 500 جنيه. روح اضربها. يا بابا خلاص يا خلاص يا. صحيح يا اسطى ابوك جوه. هات 500 جنيه. وربنا هتلاقي في جيبه فلوس قد كده. طب انت جايب الشحن ده من انهي فيشه؟ من السرير اللي جوه. انهي سرير فيهم؟ انت مش جايبه من اوضتها؟ اه صحيح. ما هي اللي خدته وبوظته. عليك. خدني معاك. اكتب بقها ده. وربنا هحكي لبابا على كل حاجه. ابوك نايم جوه في سبع نومه. بياكل رز مع الملايكه. يا بابا اجري يلا اقف لي قدام الباب احسن ابوك يخرج بجد. هو بصوتها ده ممكن يخرج يكسر الباب عليا. اقفل الباب عليه. هيكسره. يا بابا اكتم بقها ده. اقفل الباب ده طيب. خلصانه.